السلام عليكم. اليوم القصة ديالنا جاية من الأردن. في 2008 كانت واحد البنت عندها 20 سنة سميتها آيات، كتسكن في النواحي ديال عمان في الأردن. كانت على علاقة مع واحد الولد اللي حتى هو في العمر ديالها، يعني تكون عنده 20-21 نفس العمر، متقاربين بزاف. فكانت على علاقة به لمدة طويلة، وحتى شي واحد ما كان فحتى شي واحد ما كان عارف حتى شي واحد فيهم ما كان، يعني حتى شي واحد حتى شي واحد في العائلة ولا في الناس المقربين ولا في الناس قاع اللي حداهم ما عارفينش بانهم على علاقة. كانت يعني العلاقة غير بينه وبينها، حتى واحد ما عارفهم. فاستمرت العلاقة لواحد المدة شوية، كيجي يخطبها واحد الراجل. جا خطبها واحد الراجل من دارهم، ودارهم بما انهم اسرة يعني محافظة وما عندهمش لا خليها حتى تختار هي او لا. فكان الرد ديالهم انهم قابلين هذاك الراجل، سولوا عليه لقاوه راجل مزيان، غيتهلا في بنتهم، غيكون مزيان معاها، غيخفيها الله، فقبلوه. فاش قالوها لها هي ما قبلاتش، وناضت كتغوت وكتبكي وكتقول لهم لا انا ما بغيتش نتزوج، انا بغيت نكمل قرايتي، لانه ما غاديش تجي وتقول لهم لا انا راه كنبغي واحد الدري اخر وما بغيتش نتزوج هذا. فبقات عليهم لا ما بغيتش وكذا وكذا. قالوا لها لا غتزوجي وحنا غنعرفوا مصلحتك اكثر منك، وزيدون يعني كاينين الناس مزوجين البنات مزوجين صغر منك وكبر منك، راهم والدين، التقدة ديال عمرك راهم والدين. في 2008 يعني عندها 20 عام. فكانوا كيقولوا لها بانه الناس اللي قدها راهم مزوجين وراهم عندهم الدراري وبزاف بحال هكا امثله يعني. فصافي قرروا انها غتزوج. يعني بقات رافضه لواحد المده، مشات هضرات مع صاحبها، قالت له راه بغاو يزوجوني، خصك دير شي حاجه. قال لها انا ما عندي ما ندير، لانه اصلا هو ماشي شي واحد اللي خدام ولا عنده شي شهاده ولا مازال على الله، مازال كيقلب، مازال ما داير حتى شي حاجه باش انه ياخذ هذيك الخطوه ويمشي يتزوج بها او لا يخطبها. هي قالت له غير اجي خطب وغنوافق عليك انت وغنرفضه هو ومن بعد نكملوا. قال لها لا انا ما يمكن ليش، وزيدون يعني بشويه عليك، مازال الحال على الزواج. قالت له راه يعني ماشي لخاطري، هما اللي فارضين عليا اني نتزوج. فما دار حتى خطوه، ما دار لها حتى شي خطوه بانه يعني غيتزوجها ولا صافي. فبقات كتفكر مع راسها، دازت شهرين ودارهم كيضغطوا عليها انها غتزوج، بدات كتفكر. قلت يعني انا هذا الراجل اللي قاتله عليه راسي، او لا هاد صاحبها اللي قاتله عليها راسها وباغا تزوج به، ما دار حتى شي خطوه على حسابي. واحد دخل من الطريق، المهم ما دار حتى شي خطوه على حسابي باش اني غادي يعني نقاتل انا على حسابه. صافي واستسلمت للامر الواقع وتزوجات. زوجوها وداروا لها العرس والناس فرحات وكل شيء. مشات مع راجلها من بعد اسبوع او لا 8 ايام، المهم دازت السيمانه الاولى ديال العرس. يعني هي مازال عروسه. فبدات كتقول لا انا راني يعني مازال كنبغي هذاك وما يمكن ليش نعيش مع هذا وكذا. بقات صافي سخن عليها راسها بالدارجه، سخن عليها راسها. فقررت انها تمشي تهضر مع رجلها. مشات هضرت معاه، قالت له اسمع فلان، راك بنت لي ولد الناس وانسان محترم ويعني واعي وكذا، فبغيت نصارحك، بغيت نهضر معاك. قال لها شنو بغيتي؟ واش خصك شي حاجه؟ واش كذا؟ قالت له بغيتك تطلقني. قال لها علاش؟ يعني احنا بحرا مزوجين، بحرا مازالين عرسان، يعني بحرا كملنا سيمانه، كيفاش غادي نطلقك؟ على شنو درت لك؟ شنو شفتي مني؟ شنو وقع مني؟ قالت له ما وقع منك والو، ولكن انا راه كنبغي واحد الشخص اخر وبغيت نطلق. صدماتو وقالت له كنت كنبغيه، يعني ما بغيتش نتزوج بك، غير دارنا غصبوا عليا وكذا وكذا. فدابا لدرجه اني يعني ما قدرتش ننسى، لدرجه اني كنتخيلك هو
يعني فاش كنهضر معاك اي حاجه بيناتنا كنتخيلك انه هو العشيق ديالي الصاحب ديالي. فغادي تطلقني وغادي تمشي تديني لدارنا وغتقول لهم راني ما بغيتهاش، شدوا بنتكم، وغتطلقني وما تقول لهم حتى شي حاجه على هذا الشيء وصافي، وغتمشي في حالك. ومن بعد انا غادي نرجع لصاحبي ومريضنا ما عنده باس. هو بقى كيشوف فيها قال لها صافي واخا عندك الصح، دابا سمحتي فيا على حسابه يعني، وبنت لك انا واحد الانسان اللي يعني صافي ضيعت الفلوس باش درت العرس وجدت كل شيء، وفي التالي من بعد سيمانه نمشي نردك لداركم ونقول لهم انا عاد باش نزيد فيا العيب من الفوق، مني العيب انا. فقال لها يلا لداركم، لبست حويجاتها مشات هي وياه لدارهم. ندخلوا لدارهم، هي على اساس انه غادي يخليها في دارهم واحد المده وغيقول لهم انا ما بغيتش بنتكم ويطلقها وصافي. ولكن هو مشى هضر مع باها ومع خوها الكبير، قال لهم ها هي بنتكم، وبنتكم ها شنو قالت لي وها شنو، وراه كتبغي واحد اخر، وسيمانه يعني اللي دازت على عرسنا قالت لي طلقني ودير فيك انت السبب، انك انت اللي ما بغيتنيش، يعني العيب يجي منك انت، باش نرجع لصاحبي. وها بنتكم، وانا بغيت كل شيء اللي خسرت في عرسي يرجع لي، بغيت فلوسي ترجع لي، بغيت كرامتي تحفظ. المهم قال لهم داكشي اي ريال خسرته على بنتكم ردوه لي، يعني ما غاديش تقولبوني، انا ما غاديش ديروا لي هاد التقوليبه. فاي حاجه خسرتها على بنتكم غادي تردوها لي، اي حاجه خسرتها على العرس غتردوها لي. وها بنتكم عندكم، ومريضنا ما عنده باس. هو دار واحد الحاجه اللي صراحه عنده الحق انه يديرها، لانه لو كان شي واحد اللي هو معصب او لا مريض في عقله غيدير فيها، غيدوز فيها شي ضربه ولا غيدير فيها شي حاجه اللي هي خايبه، ومن بعد هو اللي غيجي فيه دقاقه لمراته علاش قتلها او لا ضربها علاش ضربها. هو دار واحد الطريقه اللي مزيانه صراحه. ها بنتكم ما بغاتنيش، ها شنو قالت لي، وقال لهم ردوا لي اي ريال خسرتو على بنتكم رجعوه لي. صافي خرج مشى في حاله، بنتكم هي عندكم دبروا راسكم. مشى في حاله، الاب ديالها وخوها الكبير عطاوها واحد القتله د العصا. اجي لهنا شنو واقع، شنو كيقول راجلك؟ قالت لهم هي راني كنبغي واحد اخر، وانا داكشي علاش مبغيتش نتزوج، وانتم زوجتوني بالسيف عليا وتاتاتات. المهم شدوها عطاوها قتله د العصا. بقاو كيضربوا فيها. باها قال لخوها الكبير ما بغيتهاش تموت، بغيتها تعذب، انا ما بغيتهاش تموت، يعني واحد الموتة اللي صافي قتلوها وجهها سهله، خصها تعذب على هاد الفضيحه اللي دارت لنا. فكيخرجوها من واحد البيت، كيعطوها قتله د العصا وكيردوها لهداك البيت حتى كيستراحوا، عاود كيرجعوا يخرجوها زاد وكيعطوها دقه د العصا وهي ماشيه. المهم ما خلاولهاش 4 ايام وهما عاطينها العصا وكيدخلوها لذاك البيت ويخرجوها. من بعد جا خوها صغير ما مزوج ما والو، جا عيطولو خلاص وقالوا له الحق الا لقيت ما تلحق، راه اختك ها شنو دارت لنا، دايره لنا واحد الفضيحه. جا قال لهم فينا هي، قالوا له راه في البيت، دخل لقى واكله قتله د العصا مدقدقه حالتها حاله. فقال لهم صافي حتى واحد ما يقيسها، انا غادي نحل الموضوع. قالوا له لا وكذا، قال لهم لا صافي ما باقيش تقيسوها، راه خصنا نديروا لها مواجهه مع رجلها، ياك ما رجلها كيكذب عليها. قالوا له كيفاش كيكذب عليها، هي اصلا راه اعترفت وقالت ها شنو. قال لهم واخا هكاك ما تضربوها ما والو، صافي الموضوع انا غادي نحلو. وهي كتسمع بطبيعه الحال. صافي ما بقاوش قاسوها. منين الولد قال لهم ما تقيسوهاش، صافي ما بقاوش قاسوها وصافي خلاوه منه ليها. ناض هو لبسها حويجاتها، قال لبسي حوايجك يلا نخرج انا وياك، غادي نديك عند راجلك غنتواجهوا معاه. هي ما قالتلوش لا رانا قلت للراجل راه طلقني على حساب هذاك، ولا هي باغيه غير تخرج من الدار، لانه صافي دازت عليها 4 ايام ديال العذاب الكحل.
خرجت معاه، بقى كيهضر معاه، قال لها اول حاجه ما يمكنليش نديك تداوي، ما يمكنليش نديك لشي مستشفى ولا تداوي، لانه يعني غادي يسولوهم شنو واقع وعلاش هي هكا مضروبه وكذا. فقال لها شنو بالك نمشيو حدا البحر الميت، البحر اللي في الاردن، البحر الميت اللي كتعرفوه كاملين المالح. ف قال لها غنمشيو للبحر الميت، نجلسوا حداه في الشاطئ هكا في حدا البحر، ويعني ضربك شويه د الهواء وترتاحي ونهضروا. مشى هو وياها حدا البحر، بقاو كيهضروا. قال لها غادي نمشي ونتفاهموا مع راجلك وكذا. قالت له لا راه بصح انا راه شنو كتزيد تاكد له انه راه هي. قالت له انا عرفت هذا الشيء غيوقع، يعني انا كنت دايره انه غادي يقول لكم راه هو السبب، هو اللي ما بغانيش، ولكن يعني منين قرر انه يفضحني ويقول لهم راه انا اللي طلبت الطلاق، انا عرفت هذا الشيء غيوقع وصافي، وانا يعني اتخذت القرار وما بغيتش نبقى معاه، وانا ما قديتش نتفرق على داك الانسان اللي كنبغيه وكذا وكذا طاطا. خوها زاد يعني زاد تشعل، فكان كيكالمي راسو. قال لها اجي ندخلوا للبحر غير قال لها اجي ندخلوا للبحر باش تداوي الجروح ديالك، بما انه داك الماء ديال البحر الناس يعني ما كتعومش فيه، اللي بغى يمشي يداوى فيه ولا شي حاجه. فقال لها شنو بالك اجي ندخلي نداوي غير الجروح ديالك. دخل هو وياها في الماء حتى وصل لهم الماء للنص ديال الصحه ديالهم، تقريبا هكا فوق الكرش شويه صافي. وبدا كيقيس لها وجهها بالماء، كيقيس لها يديها فاش مضروبه. المهم هي راه كانت مدقدقه بالمعقول، كانت يعني ما تعرفها ماشيه ولا جايه من كثرة الضرب. فبقى كي يمسح لها كشويه وجهها بالماء، شويه يديها بالماء، شويه هو يشدها من راسها من اللور، وهو يقول لها تشهدي، قولي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. هي تصدمات، بقات كتشوف فيه كيقول لها قلت لك تشهدي. المهم هو يحشي لها راسها في الماء، بقى كيحشي لها راسها في الماء وكيعاود، وكيحشي لها راسها في الماء وكيعاود صافي حتى الدم الامانه امانته، حتى غرقها صافي وهزها، غرقها وخلاها في الماء مده وهي في الماء. ومن بعد هزها وحطها في الطوموبيل ديالو ومشى عند البوليس. قال لهم انا قتلت اختي، مسحت العار ديالي وها هي عندي في الطوموبيل. فاش خرجوا لقاوها عنده في الطوموبيل، شدوه داوها للطبيب التشريح. فاش داوها للتشريح، القرار ديال التشريح او التقرير ديال التشريح جا فيه بانه هي واكله الدق قبل ما تموت، وعندها يعني مكرفصه بالمعقول قبل ما تموت، قبل ما تغرق، هي ميته بالغرق خلاص، ولكن الجسم ديالها واكل الدق بزاف ومعذبه قبل ما تموت. فقالوا له شكون اللي عذبها؟ هو كان كيقول لهم انا. من بعد شويه تحريات قالوا له ما يمكنش تكون انت، لانه اصلا انت يعني بحرا جيت لهاد المدينه، كنت مسافر في مدينه اخرى وعاد دابا جيت. فشكون مشاو جابوا باه وجابوا خوه الكبير وقرروهم ولقاوهم بانه هما اللي كانوا ضربوها، وجابوا راجلها شهد، قال لهم ها شنو جبتها لهم النهار الفلاني وها شنو قالت لي وها شنو صافي. وتحبس خوها الصغير لانه كانوا عيطوا عليه باش يدير هاد الخطوه، هو لانه هو ما مزوج، ما عنده ولاد ما والو. خوها الكبير كان بولادو، فبدل ما يعني بدل ما اخوها الكبير اللي قتلها ويمشي يتحبس ويخلي ولاده ومراته ولا باها اللي هو انسان كبير يتحبس لانه قتلها، اختاروا وقرروا تفاهموا بين بعضياتهم انه الصغير اللي ما مزوج مع والو هو اللي قتلها. فداك الشيء علاش عيطوا له وجا وتفاهموا بيناتهم. وعلاش كان هذه من وجهه نظري، علاش كان كيقول قدامها انه يعني لا خصنا نواجهوها مع رجلها وما تضربوهاش وكذا، ربما باش فاش يخرجها في الشارع يعني ما دير لهمش شي مشكل ولا تبقى تغوت في الشارع ولا شي حاجه. لهذا كان كيقول لها باني
يعني ما غاديش ما تضربوهاش ما كذا باش تقول راه خوها، وهي داك الشيء اصلا اللي كان كيسحب لها واش خوها كان مساعدها وانه غادي يوقف معاها وانه صدق هو اللي كان غيقتلها. فهاد الشيء اللي وقع شدها وقتلها غرقها وتحبس 6 شهور في 2008. تحبس 6 شهور صافي وهو يخرج لانه الجريمه كانت بداعي الشرف. فلهذا يعني هما كانوا متفقين انت مازال صغير ما مزوج ما والو، انت تحبس 6 شهور وخرج. كان ولا متاكده انه هذا القانون ما بقاش دابا انه تجي وتقول لهم لا راني قتلت بداعي لا راني قتلت بداعي الشرف وقتلتها باش ما يعني شرفي وكذا وكذا. ما بقاش هذاك الشيء، بقى الواحد دابا كيتحاكم يعني قتلت تقتل، ما كاينش الا ما تقتلتش غادي تجبد بواحد مؤبد. فهذه هي قصة آيات من الأردن من نواحي عمان. والبنات يعني اللي كيسمعوني شي بنات ف يعني شنو استفادت غير انها تقتلات بواحد الطريقة بشعة وتعذبت قبل ما تقتل وجابت العار لعائلتها. يعني ما استفادت حتى شي حاجة، بالعكس يعني تضرات بزاف وتضروا الاهل ديالها وتكرفصات، وراجلها مسكين حتى هو يعني تصدم. يعني بحراسي معنا باش مزوج وتقول له مراتو هكاك ويصدق ازيرو بحال كل شي رماه في الرمله بحال خوال ما في الرمله. وهذاك اللي نايض عليه القرباله ونايض عليه الحريره ولا وانا بغيتو ما قديتش نعيش بلا بيه، راه دابا غادي يكون عايش حياته عادي، عايش حياته نورمال. غيكون بغى شي وحده اخرى فاش خدم، غيكون بغى شي وحده اخرى وتزوج وولد وليداتو. راه من 2008 لدابا راه يكون هو زوج ولادو دابا. فهذه القصه يعني، وهذه القصه اللي من الاردن كنتمنى تكون عبره لشي وحدين اللي مازالين دابا غالطين وكيسحب لها لا وانا حبي وانا. المهم ردوا البال لراسكم ونهاركم سعيد ونتلاقاو في قصه اخرى.